اولمبيك اسفي بعدما تعقدت الامور في بعض الاحيان بالنسبه للفريق الرجاء الرياضي عندما اعلن الحكم عن ضربه جزاء والزنيتي كالعاده الحسناوي يتصدى، وهنا الحسناوي بقى الامور كنعرفوا بان اللي كيضيع بين الامور فهي كتنقلب ضده، والرجاء الرياضي خدا بزمام الامور بعد التغييرات اللي قام بها المدرب وانتصر واحترم، نقولوا احترام منطق فريق الرجاء فريق كبير، فريق اولمبيك اسفي فريق كبير، ولكن ما نساوش اولمبيك اسفي حسناوي لعب ند للند ولعب واحد رجوله كما نقولوا، رغم عندي انا واحد التحفظ بعد التدخلات اللي كانت خاشنه ديال بعض اللاعبين اللي ما كانش فيها مع العلم ان اولمبيك اسفي الحسناوي كان اليوم بكل صراحه خصم عنيد لفريق الرجاء الرياضي. لك الكلمه ونتفاعل معك. وتحية مجددا لك أخي مصطفى والجميع المشاهدين والمشاهدات الأوفياء لراديو سبور ماروك في هذه الدردشة الرياضية المباشرة، والحمد لله على أمطار الخير اللي كتشهدها يعني البلاد ديالنا في الآونة الأخيرة فيما يتعلق يعني بالمباراة والمجريات ديالها، اللي نقدر نقول لك هو تأهل مستحق لفريق الرجاء الرياضي إلى الدور المقبل، وعلى حساب فريق شرس فريق عنيد اللي هو اولمبيك اسفي. الى درنا الاخوان واحد العوده السنوات الماضيه غادي نلقاو بان فريق اولمبيك اسفي كان دائما كيشكل واحد المتاعب على فريق الرجاء الرياضي سواء باسفي او بالدار البيضاء، ولكن هذه السنه وبتواجد مدرب كيلعب بواحد الواقعيه كبيره تمكن فريق الرجاء الرياضي من الانتصار في مباراتين على اولمبيك اسفي هذا الموسم، والتعادل بمقابله بمراكش اللي دار بدون جمهور، وكان الرجاء للامانه هو الافضل. جوج ديال الاهداف اللي كان شجعهم فريق اولمبيك اسفي كانوا باخطاء فادحه. الخطا كان الاول ديال اهولو الى تذكرتو، ثم الخطا كذلك ديال اللاعب مقدم. اليوم الا بدنا نوقفوا عند يعني المجريات، فالجوله الاولى فريق الرجاء الرياضي يعني كان الاكثر رغبه، كان الاكثر اصرار، وضاعوا يعني واحد المحاولات بالضبط بواسطه اللاعب يسري بوزو اللي كان بالامكان ديالو انه يسجل يعني غير ما مره. موهوب ارتأى المدرب انه يوضعوا يعني في الدكه ديال البدلاء بحكم انه مشى المعسكر ديال المنتخب الاولمبي وكان جوج ديال اللقاءات الاعداديه، بغى يعطي واحد الهامش ديال الراحه باش يكون واجد الجوله الثانيه. اولمبيك اسفي مع بدايه الجوله الثانيه ظهر يعني بواحد الشكل اللي قوي، ضغط على فريق الرجاء الرياضي وتحت فيه الامانه مجموعه من المحاولات، ابرزها ضربه جزاء اللي اعلن عليها الحكم هشام التمسماني بعد العوده الى تقنيه الفار، وبالتخصص انس الزنيتي يتصدى لها، لاعب كساك نفذها وتصدى له مع انس الزنيتي يا مصطفى. صعيب تسجل بهذيك الطريقه، هذيك الكواري بحال هكاك يمكن تديرهم مع حارس مبتدئ، مع حارس هذا، اما وانت تقف امام حارسين مجرب مخضرم من خيره الحراس افريقيا اللي كيتصداو لضربات الترجيح وضربات الجزاء، وتحاول انك تضرب الكره بهذيك السهوله وبهذيك اليسر يعني باش ديفي ولا شي حاجه صعيبه. حتى من بعد ديك ضربه جزاء مصطفى تحت محاوله اخرى للاعب ديارها، ولكن كان المتالق خفيفي اللي كان في الملعب ورد يعني الكره من بعد يعني لما كتضيع مصطفى ضربه جزاء وكتجيك بعض المحاولات كتعطيهم فغتخلص، وخلص الفريق ديال اولمبيك اسفي بهدف عكسي. يعني كان سجلوا يعني المدافع ديال فريق اولمبيك اسفي بعد ذاك الهدف يعني كان واحد الانهيار ديال اللاعبين ديال اولمبيك اسفي، ولا فريق الرجاء الرياضي تحكم في زمام المباراه. حتى التغييرات يعني اللي قام بهم المدرب كانت تغييرات يعني اللي في المحل ديالها امانه. لاحظنا بانه دفع بلاعب مبارك لوسط الميدان، مشى يعني بولكسوت رجع للظهير الايمن مكان اللاعب زريده، ولاح كذلك اللاعب يعني ايرفي، تغييرات اللي عطات التوازن لفريق الرجاء الرياضي للمستوى ديال وسط الميدان. بكل صدق يعني التاهل مستحق لفريق الرجاء الرياضي. لك كلمه السي مصطفى ونتفاعل. وشوف السي حسناوي، فريق الرجاء الرياضي في الشوط الاول كنظن بانه كان يقتل المباراه، باش نعطيو الكرونولوجيا ديال المباراه كي كانت حسناوي.
الشوط الاول الرجاء الرياضي ضيع فرص، منهم الزروني، منهم بوزوق، واهداف اللي هي صحيحه واهداف حسن، هاد الاهداف اللي ما كتضيعش. اون توكا كاينين 3 ديال الاهداف اللي كانت باينه الفريق الرجاء الرياضي، كون سجل منها وحده ولا جوج كانت غتسهل عليه المباراه. الشوط الثاني اللي خدينا حسنا واحد 20 دقيقه او 25 دقيقه الاولى، فريق الاولمبيك في اس في كان احسن من فريق الرجاء الرياضي، لانه دومينا الميليو تيرا، ولا عنده واحد الاندفاع اللي هو كبير، ولا حسنا كيلعبوا بواحد السرعه اللي هو كتعتمد على اللمسه الواحده، واللي عطات منها بعد المحاولة عطات ضربة جزاء. هاد ضربة الجزاء حسناوي هي اللي ربما على ما كنظن اللي خلات الفريق الرجاء الرياضي يرجع بواحد القوة. انا امن بان انا الزنيتي حسناوي بكل صراحة، راه الناس اللي كينتقدوا انا الزنيتي واقولها، راه حارس، راه من الحراس كنقولها وكنعاودها، من الحراس اللي في البطولة الوطنية على مر التاريخ، راه كنقول انا على مر التاريخ، لا هو ولا الزكي ولا الشادلي ولا حميد ديال الجيش ولا البرازي كذلك ديال الجيش، ولا بعض الحراس اللي بكل صراحه اللي كيتصداو لضربات الجزاء. انا بالنسبه لي حتى ضربه الجزاء اللي ضيع اولمبيك اسفي خلات فريق الرجاء الرياضي بانه يرجع في المباراه، ولكن اولمبيك اسفي رغم تضييع ضربه الجزاء جاو واحد جوج المحاولات. جات المحاوله اللي تكلمت عليها حسناوي اللي خفيف يخرجها بالراس، وجات واحد المحاوله ديال ضربه ركنيه اللي ضربات في القائم اللي شفتها فاش انا زنيتي دخل في الشباك هذيك الكره. من بعد مني جا الهدف اللي ضد مرمى اللي سجل في اولمبيك اسفي، هنا اولمبيك اسفي ما بقاش صافي مات حسناوي، هنا الاولمبيك اسفي نهار كليا. وهنا فريق الرجاء الرياضي التغييرات ربما حسناوي نقدروا نقولوها تغييرات ايجابيه، واش كانت في الوقت ديالها وما كانش في الوقت ديالها، راه ربما هذا سؤال ربما كان يطرح من البدايه ديال المباراه، لان موهوب حسناوي فهو في واحد لو طون فور، موهوب لاعب الان مع المنتخب الاولمبي، انا كنت كنتظر يبدا به هو المباراه، حيت موهوب حسناوي لا بديت المباراه راه كيجيو محاولات ويقدر يسجل، يقدر يعني يرتحك، لان فريق الرجاء الرياضي للامانه راه شفنا الشوط الاول كما قلنا حسناوي الرجاء الرياضي كان جاي المباراه ديالو، والاولمبيك اسفي هو كان واقف، غير كما قلت انا بعض اللاعبين راه نشوفها اخوان، انا راه نشوف كما اسفي الرجاء الرياضي كانت بعض التدخلات الخاشنه ديال الاولمبيك اسفي اللي كانت بكل صراحه ما عندهاش مبرر، للاسف عندهم لاعبين كيلعبوا كره ولكن ما عندهمش ما عندهاش مبرر. الشوط الثاني انا كنعاود حسناوي فريق الرجاء الرياضي عندما تسجل الهدف ضد مرمى الرجاء الرياضي ولا احسن وسجل، والمنطق حصوري فريق الرجاء الرياضي حسناوي ولا تاهل. هذا ماشي مفاجاه، تاهل لان ضربه الجزاء ملي كتضيع فهي البارتي دي جو كما كان جزء من المباراه. وانا زنيتي انا نسميه مره اخرى هو رجل المباراه، نزيدوا عليه اللاعب خفيفي. اللاعبين ديال اولمبيك اسفي لعبوا جماعيين حسناوي فهم مزيانين للامانه، جماعيين مزيان كيخرجوا كره بواحد السرعه، وكنظن برافو عليهم حتى اولمبيك اسفي صفقوا عليهم حسناوي يعني باش يلعبوا الرجوله باش يلعبوا بها، والرجاء الرياضي يستحق التاهل ديالو. ونتمنوا هذا الفريق بجوج فروق حد موفق، ونشير للفريق الرجاء الرياضي سيواجه شباب محمديه بالملعب البشير بالمحمديه. تفضل حسناوي. شوفوا نصف العالم ديال كرة القدم لما كتلعب مع واحد الفرقة في نفس الموسم 3 المقابلات وما كتستطعش انك تنتصر عليها، هذا معناه انه صافي تفوقوا عليك بكل صدق. انا ما غنقش من القيمة ديال اولمبيك اسفي اللي كيبقى فريق في مستوى كيتقاتل على راسو، ولكن زيمباور كراهم الاضافة اللي عطى زيمباور للرجاء هذا العام هي انه كيمزج ما بين الفكر الواقعي وما بين ديك الجماليه ديال كره القدم. المساله ديال الابقاء ديال الموهوب على مستوى دكه البدلاء، هو زيمبور كيعرف انه كيلعب مقابله ديال كاس العرش، يعني تقدر تمتد حتى الاشواط الاضافيه وتزاد لك واحد 30 دقيقه اخرى. يعني حاول اللعاب عاد جاي من المعسكر ديال المنتخب الاولمبي واللي كان في تركيا، لعب ب3 اللي كان كيلعب بهم في بدايه الموسم واللي دار بهم انتصارات، بوزوق جرهوني مع نوفل لعب بهم جوله اولى، والرجاء خلقات محاولات في هذاك الجوله الاولى. الشوط الثاني كان كينتظر وكيعرف يعني الاتجاه ديال المقابله فين غادي ويدفع به وعطى الاضافه. الا شتي معايا حتى بولكسوت
كان غاب بسبب الاصابه، كان عاد رجع ما بغاش يغامر به منذ بدايه اللقاء. هنا كيبان لك بان حتى الطاقم التقني يعني كيراعي المصلحه ديال اللعاب بدرجه اولى، ما دخلوا حتى الشوط الثاني ولعب زريده واللي كيتقاتل في هذاك البوست. اولمبيك اسفي يمكن نقول لك مصطفى السراج الخطا اللي وقع فيه هو ان في الجوله الثانيه زعم بزاف يعني قال غادي نمشي نضغط على الرجاء ونمشي يعني نحاول انني نسجل لي غير ذلك. انت كتلعب خارج الديار ما بقاش عليك انت قاعد تزرب تمشي تخرج بديك الطريقه، تبقى واقعه في وسط الميدان تتسناهم، ولكن هو كانت عنده استراتيجيه اخرى، فضل انه يمشي يضغط على الرجاء في بدايه الجوله الثانيه باش يسجل ومن بعد يرجع ويلعب على الكونتر. هذه قراءه السراج، قال غير يمشي يجيب جيبين في الرجاء ويرجع لهم اللور ويبدا يضرب بالكونتر، ولكن بهذيك ضربه جزاء هذاك التايمينغ اكيد لو انها سجلت كانت غتربك الفكر ديال زيمباور وتربك اللعابه ديال الرجاء، لان غادي يوليو مطالبين باش يمشيو يضغطوا يسجلوا، وانذاك اسفي من خيره الانديه في المغرب اللي كتمشي بالكونتر، اللي كتمشي بالهجمات المرتده السريعه. ولكن من حسن حظهم انه كاين حارس مجرد اللي هو انس الزنيتي واللي تصدر هذيك يعني الركله ديال الجزاء واللي عطى الثقه اللاعبين. تهضر على واحد اللاعب اليوم اللي هو خفيفي، عبد الله خفيفي، اللي يعني كان من الانتدابات ديال فريق الرجاء الرياضي هذا الموسم. البدايه ديالو كانت ديك الورقه الحمراء ذكرتو معايا في المقابله ديال الجيش الملكي، ودها عليه واحد الضغط رهيب ورهيب جدا. وانا في هذيك اللحظه كنت نقول له دير اللعاب عادي، كره القدم يكون خطا، يدير الانسان خطا في كره القدم وارد، ماشي الا دار خطا ولا جوج غادي نحكموا عليه بالاعدام ونقولوا هذا اللعاب ما صالحش. ناطق الضغط وخفيف يزرق وما يصلحش للرجاء بالاعلام بالجمهور، ولكن الان المدرب اللي كيعجبني في العالم في كره القدم هو اللي كتكون عنده الشخصيه القويه، ما كيتاثرش بالاعلام، ما كيتاثرش بالجمهور، كيموت في القناعات ديالو. السي محمد بودريقه دابا معاه حوار في الميركاتو الشتوي، قال لك اللاعب خفيفي جانا عرض من الكويت، قلنا لزيمباور يمشي، قال لنا لا هذا كيبقى ما عنده فين يمشي. واش دابا السي حسناوي كتهضر على خفيفي على مباراه ولا على مباريات كلهم انت؟ لا مصطفى، انا مباريات، انا بالنسبه لي خفيفي كتهضر على المباريات كلهم انت؟ لا كلهم. سير اسيدي مزيان، سير مزيان. خفيفي مستواه مع الرجاء الرياضي يعني في المباريات كلهم الاخيره اللي لعب كيبان لي مصطفى واحد الرزانه وواحد الثقه في اللاكس ديال الدفاع، يعني بواحد الشكل اللي هو كبير. السيد يعني بتجربته واقف كيتحمل اللعيب، كيخرج كره مزيان. انا ما كنهضرش فقط لانه اليوم خرج جوج كره، حتى في لقاءات سابقه كان كيخرج ماتشات اللي هما يعني في المستوى. هذا الفضل في هادشي كيرجع للطاقم التقني، لان مدرب اخر كان غيخضع للضغط اللي كيوقع مواقع التواصل الاجتماعي من طرف الاعلام، وغيسمح باش يمشي ذاك المدافع ويقدر يجيب كاع لاعب اخر اللي اضعف منه. وهذا هو اللي ما خصوش يكون، لان حتى لما كيكون عندك لاعبين في الدفاع اللي خاسرين اللي واقفين راه ضروري غتكون اخطاء كره القدم. هذا هو الواقع ديالك. ولكن انا الى شفت اليوم البطوله الوطنيه المسار الرجاء هو اقوى دفاع الحقيقه، تلقاو يمكن 13 اصابه. واش هاد اقوى دفاع منين جات؟ اكيد كمنظومه تكتيكيه ديال الفرقه كامله، ولكن كذلك بتواجد لاعبين في الدفاع اللي ما يعني الاخطاء ديالهم قليله. الا كان شي فريق اليوم اللي تلقى يعني شي هدف اقل من الرجاء نشوفوا 13 اصابه اللي عندها العام لحدود اللحظه غاديين بها. اسافي خصهم يخدموا على واحد الحاجه، المكتب ديالهم اقصاء في كاس العرش ماشي نهايه العالم. راه عندهم دراري زوينين في ديك الفرقه، راه كيلعبوا كل عام كيجيبوا المرتبه الرابعه، وهذا راه مزيان، راه ما كاين حتى شي اشكال. الناس ديال الاسافي في المكتب ديالهم الله يهديهم بعض الاخوان يعطيو الثقه للمدربين. هادشي اللي غنقول، اي مدرب كيجي ما كيطولش. علاش؟ كيجي مدرب كيخدم كيبدا. علاش طريق مصطفى وقع مع داك الشيء ديال السنه الماضيه ومشى بديك الطريقه؟ علاش زكريا عبوب من مباراه مقابله جيش ملكي نوضوا ديك كربلاء وعلاش يصرح ما علاش يصرح ما علاش يدير؟ علاش؟
زكريا يعقوب قال لهم الحقيقه، قال لهم انا ما عنديش امكانيه ننتصر على الجيش الملكي. واش في هذا عيب؟ تلعب مع الجيش وتنهزم، ولا مع الرجاء وتنهزم، ولا مع وداد وتنهزم؟ هذا راه منطق. وانت لاعب عندهم، راه هو الاشكال. هما بروسهم خلقوا مشكل للفريق قبل هذه المقابله. مشى زكريا عبود دار شهاده طبيه، انت تشوف الواقع كيفاش غيكون. وانا ما اتمناه هو ان هذا الاقصاء ديالهم اليوم ما ياثرش مصطفى على الفرقه، لانهم كيتقاتلوا كيلعبوا كذلك على المرتبه الثالثه باش تالي ما خويا مصطفى. وشوف السي حستاوي، انا غادي نشوف مع الجماهير ديال الرجاء راه كيعرفوني انا، وكنتكلم بواحد، شوف كنتكلم بواحد الصدق، كنتكلم بواحد النيه. ربما نكون خاطئ، ربما نخطأ، ولا خطأت ما نسمحوا لي، ولكن انا عندي راي اخر. صحيح التأهل ديال الفريق الرجائي تأهل مستحق، ولكن راه كاينين مشاكل داخل الفريق الرجائي، كاين مشاكل. انت كتحسناوي كتقول لي زين باور المنظومه، واش من المنظومه في الشوط الثاني؟ داك اللاعب العشوائي ولا العابات حسنا، واش من المنظومه هذيك منظومه هذيك؟ او كنت تخيل دابا، تخيل حنا كنتخيلوا بان فريق اولمبيك كاسبي سجل عليك هدف ورجع لك اللور، سد عليك. موهوب، ما كنتكلموا على موهوب. تقول لي كان في تركيا بالو كان كيهز الحجر راه كيلعب الكره. موهوب انا بالنسبه لي خصو يكون رسمي داخل فريق الرجاء الرياضي. علاش؟ حيت انا ملي كنشوفو ضياع ديال الفرص، كون كانت هذيك الكرات اللي شفنا في الشوط الاول كانت على الاقل واحد الوحده تسجل وغترتاح الرجاء الرياضي، لان شفنا الرجاء الرياضي في القسم في الشوط الثاني ما كانش في البدايه ديال 20 دقيقه، ما كانش نهائيا. اللي كان فريق ديال اولمبيك اسفي، وكانت واحد العشوائيه، ما كانش كونسيبت ديال الفريق الرجاء ديال اللعب نهائيا. انا بالنسبه لي راه انت كتهضر على خفيفي، بيان سور حتى هو مدافع جيد. هاد كنهضروا على بن المقدم، كنهضروا على انس الزنيتي اللي مره اخرى ينقض فريق الرجاء الرياضي. انا بالنسبه للرجل ديال المباراه انس الزنيتي وخفيفي بجوج، انا متفق معك. هادو رجال ديال المباراه. ولكن لا غادي الرجاء الرياضي بهاد اللاعبين، انا كنقول بهاد اللاعبين اللي كنهضروا على الدفاع وكنهضروا بعض اللاعبين اخرين، راه الموسم المقبل ولا غادي يلعب عصبه ابطال افريقيا راه ماشي بهادو. باش الناس تفيق واحد شويه ونعرفوا علاش كنهضروا. راه وحدنا غنلعبوا واحد النيفو اخر، لان حنا هذا الدفاع ديال الفريق الرجاء الرياضي لكن بعد المباراه حستاوي ما كيتختبرش بزاف، لان حتى حنا كنعرفوا البطوله ديالنا الوطنيه بطوله ليا متوسطه، بطوله ديالنا على قد الحال. ولكن راه الرجاء الرياضي اللي غادي تلعب سيرمون غادي تلعب عصبه ابطال افريقيا، ولكن خصها بلاتي غادي نبلوكي واحد الحمار بلاتي هو الاول. البطوله الوطنيه خصها بكل صراحه، خص الرجاء خصها لاعبين في مستوى مستقبلا، باش ان شاء الله الرحمن الرحيم باش عصبه ابطال افريقيا يكون واحد احسن تمثيل، لان خص لاعبين بواحد المستوى اللي هو عالي. اولمبيك اسفي حسنا كما قلت فريق اللي هو دائما المباريات ديالو لا مع الرجاء ولا مع الوداد ولا مع الجيش كيكونوا مباريات اللي دائما صعاب، كيكون الراي سميتو صعب. ولكن المباراه ديال اليوم انا بان اولمبيك اسفي قلت بانه لعب مباراه اللي هي محترمه، تأهل مستحق لفريق الرجاء الرياضي. المنطق حصوري مني ما كتسجلش وكتضيع، خصك غادي الفريق اللي ما كيسجلش كيستقبل اهداف، وهذا الشيء اللي وقع، وهذا هو المنطق. حنا ما كنهضروش على باش بعض الجماهير اللي كنتكلم معاهم راه ماشي حنا كنبخسوا من انتصار ديال فريق الرجاء الرياضي او تأهل ديال فريق الرجاء الرياضي، ولكن خصنا دائما نشوفوا الايجابي ونشوفوا السلبي. راه بعض المرات الايجابيات كتخليك بعض المرات تغطي على بعض السلبيات اللي كاينه في الفريق، كضياع الفرص. لان في الشوط بحال الشوط الاول ما كناش نحملوا المدرب مسؤوليه على ضياع الفرص ديال البوزوق والنفاتي وكذلك الزرهوني، ما غاديش نقولوا حنا المدرب هو. ولكن الشوط الثاني شفنا ان فريق الرجاء الرياضي كان اشكال في البدايه ديالو، كان مشكل ما لقاش واحد التوازن ديالو. انا كنظن التصدي ديال انس الزنيتي خلى الفريق الرجاء يجمع راسو شويه ولقى التوازن ديالو بدخول هاد اللاعبين اللي تكلمتي عليهم انت. انا متفق معك، الرجاء الرياضي انا داك من سجل الهدف الفريق ديال اولمبيك اسفي اصاب واحد الانهيار اللي هو كبير،
وبالتالي فالتأهل مستحق ديال فريق الرجاء. واخويا مصطفى غير واحد النقطه، المساله ديال مثلا الشرطي عليه ضربه جزاء يعني ديال اولمبيك اسفي، ولو انه يعني التسجيلات كانت اكيد هو ضربه جزاء، لو كانت التسجيلات يكون عندها تاثير، ولكن مصطفى قبل من هذه ضربه جزاء لم يكن الرجاء في الجوله الاولى غيسجل في مره وفي جوج وفي ثلاثه، راه حتى محاولات للرجاء، الرجاء كان غيحسن في الجوله الاولى. في الجوله الاولى كان ينتصر حسنا، في الجوله الاولى كان ينتصر. اذا هذاك نتاج المدني، نتاج العمل ديال المدرب. تينا مصطفى المساله ديال الخصم او لا المنافس او لا باش نقيسوا الرجاء، انا كنحسب اليوم الرجاء الرياضي شكون الفريق اللي مازال ما لعباتش مع الرجاء في البطوله؟ كل لعبات مع كلهم الرجاء الرياضي، ومنهم فراقي لعبت معاهم الالي والروتور، والجيش الملكي اللي هما المتصدر ديال البطوله بالفريق ديال 4 نقاط على الرجاء، راه تعادلوا مع الي روتور ما انتصروش، تعادل في الالي وتعادل في الروتور. اولمبيك اسفي اللي فرقه اليوم راها مكلاسيه كان كتنافس كذلك على المركز الثالث، وهذا راه الرجاء تعادلت معاتهم وانتصرت عليها في الروتور واكتسبت كاس العرش. الفتح الرباطي اللي فرقه اللي مكلاسيه الثالثه هذا ولا الرابعه من مورا بركان، راه انتصرت عليها في الالي وانتصرت عليها في الروتور. الوداد راه انتصرت عليها في الالي في انتظار نجد مقابله الروتور. بركان تعادلت معاه في بركان، كنت الرجاء الافضل. السي حسناوي انت بعض المرات كتخلط، حنا كنهضروا على مباراه ديال اليوم حسناوي، هادشي اللي كتقول انت بلاتي هاد المعطيات اللي كتهضر عليهم انت الحسناوي، هاد المعطيات اللي كتهضر عليهم لا غتهضر حتى على هاد المعطيات تقدر نجي نقول لك عاوتاني واحد الناحيه اخرى. الرجاء مشات 13 نقطه مع المدرب، وكانه دابا الرجاء غادي يكون هو المحتل الصف الاول. نقدر انت نتكلم معك بهذا المنطق، حنا كنهضروا على المباراه ديال اليوم، كنهضروا على ديال اليوم حسناوي. مازال ما كانش المحك الحقيقي، كنقول كان الرجاء ما كانش محك حقيقي اكثر من هذا، لعبات مع كلشي في البطوله، شي محك حقيقي ما بقى. مدرب وقف الفرقه. واش دابا حسبت ابطال، واش حسبت ابطال افريقيا هو مباراه ديال البطوله؟ سؤال ليك. واش هذا ولا خليني دابا جاوبني، واش مباراه ديال حسبت ابطال؟ وعلاش مصطفى شوف حنا اليوم كنحللوا موسم اللي كتلعب فيه الرجاء الرياضي ديال سنه 2023 2024 تنافس فيه على لقبين، لقب البطوله ولقب كاس العرش. عندما ينتهي الموسم الحالي عادي يمكننا نتكلموا على الاستعداد. لا الحسناوي شوف علاش غادي شوف مصطفى صعيب باش نجيو نقولوا حنا دابا كنلعبوا هذا الموسم ونقولوا العام الجاي راه غادي، العام الجاي راه عنده ظروفه وعنده سياقاته، ولما تسالي هذا العام هذا بالنسبه للرجاء ويعني اللي كينافسوا في عروض ديال الالقاب عاد انا ذاك كتبدا نتسناو بقى شهر ولا شهرين ويبداو البطولات ويبداو المنافسات باش نبداو باش نبقاو نهضروا على الانتدابات ونهضروا على الشيء. لا ماشي انتدابات. دابا يا مصطفى الا كانت شي مساله ديال انتدابات كيخدموا عليهم مكاتب مسيره. اليوم عندك فرقه تنافس على جوج ديال الالقاب، تيخص التركيز، كيلعبوا الناس مقابله بمقابله لا في الكاس ولا في البطوله. هذا هو المنطق الاحترافي. لما كنتي شكون اللي كيهمو دابا؟ كيهمو كيلعب على جوج الالقاب هاد السنه هادي. المكتب كتكون عنده استراتيجيه بعيده الامد، كيشوف العصبه وكيشوف هذا وكيشوف هذا. ولكن ما نساوش راه هذيك المساله ديال عصبه الابطال افريقيا ودوري ابطال افريقيا، راه الرجاء الرياضي في المشاركات ديالو اللي كانت يعني الاخيره راه كانت تقسم كجوج المرات مع الاهلي المصري، وكان كيخرج مباريات في مستوى كبير، ومنه واحد الاقصاء اللي كان بمجزره تحكيميه في مصر وبضربه جزاء من وحي الخيال. والروتور في كازا كان الهبط يقتل الماتش، كان زريده يقتل الماتش، كانت محاوله سارحه للتسجيل، كان اقصاء امام الزمالك المصري بدومي فينال، وكل كيعرف شنو دار الحكم في الروتور وشنو دار هنا واللعابه خمسه لعابه. شات المرحله كتهضر عليها حسناوي فريق الرجاء الرياضي قلنا ظلم، وكان هو كان من المفروض، والتدليس اللي وقع ليه والمشاكل اللي وقعت ليه الحكام اللي خداو ليه الحق ديالو شي كله كنهضروا عليه حسناوي. كان هذاك انذاك حسناوي الرجاء الرياضي كان هو من المفروض يلعب المباراه النهائيه، كان هو المفروض يلعب المباراه النهائيه. حنا شي هضرنا عليه حسناوي. حنا دابا كنهضروا على المباراه ديال اليوم. المباراه ديال اليوم انا هذه مباراه ديال كاس العرش حسناوي ما عندهاش منطق. ها مباراه ديال كاس العرش بعض المرات ما عندهاش منطق. حنا ما كنقولوش الرجاء الرياضي باش الناس تفهم، حنا ما كنقولوش الرجاء الرياضي اللي ما يستحقش، بالعكس
قلنا فريق الرجاء الرياضي يستحق التاهل، غير انا بواحد الحاجه، واحد منطق اخر، راه كاين مشاكل حسناوي على حول المنظومه كيلعب بها فريق الرجاء الرياضي، كاين مشاكل، كاين مشكله حسناوي، وهذا المشكل ما يبانش لك، هذا المشكل ما غاديش يبان لك دابا، مشاكل ما يبانوش لك دابا حسناوي، ملي غادي يبانوك ملي غادي تلعب مع هاد الفرق ديو نيفو حسناوي تمشي لعصبه ابطال افريقيا. حنا علاش كنقولوا حسناوي كنتكلموا على هذا الشيء؟ باش كنتكلموا الفريق الرجاء الرياضي، هاد اللاعبين اللي عنده راه هو اللي عنده، المدرب اللي عنده دابا هو اللي عنده، حنا كنهضروا على مستقبلا، حيت انت دابا ولكن بصح دابا راه كيشوفوا عيد العام، من العام الجاي راه الناس في المكتب كيفكروا كيديروا مجموعه من هاد اللعابه اللي في الرجاء كاع اللي كاينين دابا، راه تبارك الله عليهم كاع، زعما باغي تلعب العصبه، زعما عندك خير من مقدم، عندك خير من خفيفي، عندك خير من انس، عندك خير من زرهوني، عندك خير من بوهوب، عندك خير من اللاعب ارفي في الوسط، عندك خير من زريده، عندك خير من مكعازي، عندك خير من بولكسوس كداير ايمن، عندك خير من بالعمري كداير ايسر. اعطيني هاد اللعابه اللي في البطوله اللي خير من هادو، حيد عليك فراقي اللي ما يبيعولكش بحال الجيش. وهذا واخا دابا سؤال دابا نطرحك سؤال دابا انت، واش هذا الفريق ديال الرجاء الرياضي قد ينافس على عصبه ابطال افريقيا السنه المقبله بهذا الفريق؟ انا ما نؤمن به ان فريق، لا حيت دابا هاد اللعابه اللي كتذكر ليا كلهم، حيت هادو فريق كتذكر ليا كلهم هادو اللعابه ديال، واش هاد اللعابه، واش السي حسناوي بهاد اللعابه نقدروا حنا بهاد الفريق الرجاء الرياضي نمشيو بعيد مستوى كاس عصبه ابطال افريقيا؟ هذا السؤال لي. اكيد بهاد اللعابه يمشيو وتكون تعزيزات اضافيه اللي كيخدم عليهم المكتب وغيمشيو. فين راه الاشكال؟ زعما الترجي عندها شي حاجه خير من هذا الشيء؟ دابا كتمشي تهري على الفرق، دابا كنت الرجاء كتمشي تهري على فرق اخرى. لا مصطفى، شكون كيلعب في هذه العصبه؟ شكون كيلعب فيها؟ راه كتلعب فيها انت الترجي وما ميلودي وهذا، شكون كيلعب فيها زعما؟ راه الترجي اليوم تعذبت مع اسيك ميموزا، دير انا، راه ما ميلودي اليوم تعذبت مع يونغ افريكانز تنزانيا، راه ماشي زعما على زعما اللعابه الرجاء طايحين، راه حتى هما راه لعابه واقفين، اكيد كيخص تكون تعزيزات. ولكن الا بغيتي تبني فريق ديال الالقاب وبغيتي تبقى تمشي مزيان لقدام، راه ما كيخصكش كل عام تولي بقى تجيب 9 و10 وتحيد، راه كتكون حنا حنا ما قلناش حيد 9 وحيد 10، كاينين بعض اللعابه اللي مزيانين وكاين بعض اللعابه ربما مصطفى الرجاء عنده واحد العمود فقري وقف، اكيد داك العمود الفقري في كل ميركاتو كتقويه باش كتمشي بعيد لقدام. غير خويا رفيق ابو عينان، تا خويا ماشي الفريق، دابا حنا كنهضروا على الرجاء الرياضي واولمبيك اسافي، انت رفيق كتشجع الفريق ديال الوداد الرياضي، رفيق بقى في الفرقه ديالك اخويا، بعد انت تنجيو الوداد وهضر على الوداد اخي ديالي، لان انت رفيق دابا كتمناني انا انني نجي ونقول الراجل ما كتلعبش وانتصرت بالزهر وانتصرت بهذا الشيء، اذا سير رفيق دير السحور ديالك وترتاح مع راسك اخويا رفيق ان شاء الله. هذا هو المنطق صافي. جاوبتك انا باحترام، ما غنعايرك ما حتى شي حاجه، قلت لك مصطفى راه اليوم اولمبيك اسافي راه ماشي من الفروق السهله الاخوان، الفريق معروف مصطفى فريق شرس، وراه هذا الدور ديال 16 راه كانوا فيه 3 المقابلات اللي قاصحين، قول صدق، النهضه البركانيه والجيش، المغرب الفاسي واتحاد طنجه والرجاء الرياضي واولمبيك اسافي، 3 المقابلات اللي قاصحين، راه ما ساهلش. راه اولمبيك اسافي راه اللاعبين ديالهم راه عندهم واحد النضج تكتيكي بديك وراه هضرنا السي حسن واش اولمبيك اسافي هضرنا عليه البارح، قلنا المباراه ما تكون سهله عليه، ما سهلاش حيت مصطفى فريق اولمبيك اسافي ماشي زعما فريق اللي سهل انك تجي وتنتصر على، راه فريق شرس وتيعرف كيفاش يوقف، وكاع المدربين اللي دازوا في اولمبيك اسافي في السنوات الاخيره كيلعبوا بنفس النهج، كيبداو الوسط كيمشي بالكونتر، يعني اللعابه اللي عندهم بميرات غوداني باللاعب ديارا بونيفاس كلهم هذوك اللاعبين يعني تعودوا على واحد النهج تكتيكي صارم وصعيب باش توصل لهم. وهادشي باش كنقول لك انا ودي راه انتصار اليوم د الرجاء، راه زعما راه كان انتصار اللي بالنسبه لي الامانه كان مستحق. انت اسافي ضيعت بينالتي والرجاء ضيعت مهاره الجوله الاولى. هذا هو التغييرات. انا هضرت على موهوب ديجا وتكلمت عليه، راه المدرب هو اللي كيعرف كيفاش يدور التركيبه البشريه اللي عنده. راه المدرب الا دخل ادم نافاتي والزرهوني وبوزوك راه عارف بان مازال عنده الماتش طويل وكيتبعوا عنده
اما افضل يكون عندك ورقه رابحه بلا بونتوف تدفع بها ولا ما تدفعش بها. راه اللي هو دخلوا، والماتش الجاي المقبل غتشوفوا عود موهوب هو اللي رسمي، ويكون زاد ادم على مستوى مقاعد البدلاء. اذا هذا هو اللي كاين بالنسبه لي مصطفى. شوف حنا نتكلم، شوف الرجاء الرياضي انا اللي كيهمني بكل صراحه، انا نبغي الفريق الرجاء الرياضي السنه المقبله. كنهضروا على البطوله حسناوي راه غادي مزيان، البطوله مزيان، وكما قلت البطوله مازال ملعوبه، راه كنقولها ونعاودها. واخا رغم الناس بعض الناس كيقول لك هكا راه الجيش هارب بربعه ومشى، ما مشى فين، راه مازال البطوله مازال ملعوبه، ومازال مباراه مباشره على ما كنظن. لا مازال البطوله ملعوبه، والرجاء الرياضي راه مازال كينافس على اللقب على مستوى البطوله، على مستوى ديال كاس العرش. اما حنا كنتكلموا حسناوي غير على مستقبلا، المستقبل نتمناو ان فريق الرجاء الرياضي يمثلنا احسن. الاخوان اللي معنا في الفيسبوك واليوتيوب، انا ملي كتقول لي سير شرب دواك وسير تنعس كنبلوكيك. انا جي ناقش معايا كما كيناقشوا الدراري هنا. واحد السيد كما قال لي السي مصطفى كاين انت ربما انا ما متفقش معاك، ولكن كون خير، راه هذه مباراه انا كنفضل. اما باش تجي تخسر معايا هنا الهضره وتبغي تطيح مني، راني نبلوكيك، لا سواء في الفيسبوك ولا اليوتيوب، او واخا ينزل الجن الزرق والله لا ديبلوكيتك بالله. باش نقول لك انا كنحترمك، كنخصو الوقت ديالنا كنحترموك، نحب جمهور الرجاء الرياضي، نحب فريق الرجاء الرياضي كما كنحب جميع الفرق، ولكن اخي احترمني نحترمك. باش تقول لي خذ دواك ولا سير تسحار ولا سير تنعس، راني نعسك، انا نعسك بان كليك بلوكي، وسير تبقى تفرج، واخا تجي فوق كونت نبلوكيك عاوتاني. اذا حسناوي على العموم هو المستحق لفريق الرجاء الرياضي، نتمنوا له حق حد موفق، والاولمبيك اسفي كذلك نتمنوا لها حد موفق. اكيد مقابله يعني اوفت بالوعود ديالها، وعلما ما نساوش نتكلموا شويه على الجمهور بالرجاء كيف العاده منذ البدايه ديال المقابله حتى النهايه ديالها، تشجيع، دعم، مسانده، ازروا اللاعبين